دعاء لو قلته ودعوت الله به سيوصل الله لك من يغيثك وينجيك من محنتك هذه، حتى لو كنت في أشد المحن وأشد الاحتياج إلى الله سينجيك الله من محنتك لو ذكرت ربك بهذا الدعاء ودعوت الله. أهلا وسهلا بالمشاهدين الكرام، أرجو من إخوتي في الله دعم هذا الفيديو بالإعجاب مع ترك تعليق بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو القائل: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. هناك بعض من الناس مهموم، وبعض من الناس في أشد المحن، ويريد أن يخلصوا أنفسهم من هذه المحن وهذه الابتلاءات. لا بد أن تلجأ إلى الله وتتوجه إليه بقلب خالص، لأن هذا الدعاء مهم وهو من المجربات. فعله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو أنت مهموم، لو أنت في محنة معينة، لو أنت في كرب معين، لو أنت في كرب معين، لو تريد من الله أمرا معين من أمور حياتك الدينية أو الدنيوية أو حياتك كلها ظاهرها وباطنها، عليك بهذا الدعاء، لكن بإخلاص، أن تتجرد من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، وأن تتذلل بالدعاء لله سبحانه جل في علاه، وأن تدعو ربك بقلب خالص، وأن تكون دمعتك على خدك لله، أن تبكي وأنت في أشد الاحتياج إلى الله. الدليل على ذلك أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حينما خرج من الطائف، طبعا قابلوه أهل ثقيف بمقابلة لا تليق به صلى الله عليه وآله وسلم، حتى خرج حزينا مهموما من هذه القرية، فقال هذا الدعاء وتوجه إلى الله، يسيل الدم من جبينه ويقول بلسان حاله: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب المستضعفين، أنت ربي ورب كل شيء ومليكه، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ يا رب، إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وطلع عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك. لك العتبى حتى ترضى، أي لك الرضا حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الله سبحانه وتعالى سمع نداء حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسل له من يكون سندا له في محنته ويواسيه في هذه المحنة. أرسل له جبريل ومعه 3 من الملائكة: ملك الجبال وملك البحار وملك الهواء. فنزل أمين الوحي جبريل على حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: يا حبيبي يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول لك: هذا ملك الجبال، تقدم. فيتقدم ملك الجبال على حضرته صلى الله عليه وسلم ويقول: يا حبيب الله، مرني، أنا ملك الجبال، مرني أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين. قال: لا. فيتقدم ملك الهواء: يا نبي الله، مرني أن أرسل عليهم ريح تأخذهم عن بكرة أبيهم. فيقول نبي الله: لا. فيتقدم ملك البحار فيقول: يا نبي الله، مرني أن أرسل لهم الماء فأغرقهم عن بكرة أبيهم. فيقول نبي الله: لا. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عسى الله أن يخرج من بينهم من يقول لا إله إلا الله. بهذا الدعاء أرسل الله للنبي محمد 3 من الملائكة. من سيرسله الله لك ليغيثك؟ هل هو جند من جند الله؟ هل هو ملك من الملائكة؟
هل هو رجل من الإنس؟ اعلم أن إجابة الدعاء على حسب طلبك أنت. تقدم إلى الله بدعاء الطيب وبهذا الدعاء وسيرسل الله لك من يغيثك. هذا والله أعلى وأعلم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.